أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج بكل صراحة في قناة التنوير على اليوتيوب. في الحلقة الماضية تحدثنا أو وعدتكم بأني سوف أتحدث عن قضية ماذا قدمت الليبرالية للبشرية، ولا أريد حقيقة أن أقارنها بماذا قدموا الآخرين، لأن كلكم ترون ماذا قدم الآخرون من قتل وتدمير وحروب على الهوية وقتل على الهوية وإلى آخره. وكاننا نعيش في زمن العصور، لا بل نحن نعيش في عصور الظلام أمانة وحقيقة. هذه يجب علينا أن نعترف بها لكي نستطيع أن نعالج واقعنا البائس بكل أمانة وصراحة. على كل حال، ما قدمته الليبرالية فهو لم تقدمه أو لم يقدمه أي تفكير أو أي منهجية أو أي أداة إدارية للبشرية منذ أن وجدت هذه، منذ أن نزل أبونا آدم على هذه الأرض. ظلت البشرية عقود وحقب وقرون طويلة تتخبط في أمراضها وفي جهلها وفي قتالها وإلى آخره. كلكم تعرفون هذه القصص، يعني لا أريد أن أكررها. لكن عندما أتت الليبرالية وتحررت الشعوب من هيمنة رجال الدين بالكنيسة، وأصبحت هذه الشعوب تملك حريتها، بدأت تبدع بكل المجالات، بدأت تظهر الإبداعات. نحن لماذا لا يوجد لدينا إبداعات هنا في منطقتنا العربية؟ لا يوجد لدينا إبداعات كما هي موجودة في الدول الحرة، لأن كل شيء مقمود، كل شيء مكبوت، كل شيء ممنوع، كل شيء يمنع عليك. ولذلك أشوف قضية الاختراعات والإنتاج والتسجيل الاختراعات الأفكار الإنسانية كلها تجدها في الدول الليبرالية. راجعوا في النت عندكم تجدون اليابان كم عدد الاختراعات التي تسجل سنويا، أو في أمريكا أو في أوروبا أو في دول الغرب كلها بشكل عام، دول الحرية، دول التي تحترم عقول البشر، دول التي تحترم حرية الإنسان، الدول الليبرالية العلمانية التي تتيح للإنسان أن يفكر دون حدود، وبالتالي يستطيع أن ينتج. لا بل تشجع الإنتاج، تشجع الإنتاج الفكري. هذه الدول الليبرالية التي قدمتها. لو تلاحظون أو لو ترجعون للتاريخ تجدون أن ما قدمتها الليبرالية للإنسانية على مدى أو منذ قرنين تقريبا، سوف تجدون هناك قفزة هائلة، قفزة يعني لا يمكن أن تتخيلوا أنها تحصل لولا الفكر الليبرالي. وأنا أتحدث معكم الآن عبر هذه الوسيلة، فهي من إنتاج الفكر الليبرالي، لم ينتجها لنا أي فكر آخر، وهذه الحقيقة. اليوم أنا أتواصل معكم عبر هذه الوسيلة من إنتاج الفكر الليبرالي، لم ينتجها لنا الفكر الديني أو الفكر الصوفي أو الفكر الآخر يعني. لذلك لولا الفكر الليبرالي لأنت الذي الآن تشاهدني، لو حصل معك التهاب بالدودة، الزادة الدودية، لولا الفكر الليبرالي كنت سوف حتما سوف تموت دون نقاش. الفكر الليبرالي قدم للبشرية ما لم يقدمه أي فكر آخر. أعطيكم على سبيل المثال، عندما كانت تجتاح الأوبئة المجتمعات، لما كانت تجتاحها
كانت تقضي على نص المجتمع. الطاعون والجدري وغيرها من الأوبئة الموجودة أو مرت على البشرية كانت تمسح نص المجتمع. والكويتيين لا زالوا يذكرون وباء الجدري الذي اجتاح الكويت وقضى على نص أهل الكويت، خاليا أحد ضحاياه، ولكن الحمد لله عاش، ولا زالت آثار الجدري موجودة عليه لغاية اليوم. لكن بعد ذلك استطاع الفكر الليبرالي أن يوجد اللقاح المناسب الذي وقاكم من هذا المرض. لم يقيكم حبة البركة من اللقاح من الجدري أو من الطاعون. الذي وقاكم هو اللقاح الذي أنتج من الفكر الليبرالي. هذه هي الحقيقة. لماذا يعني نكابر ونزايد ونقول ما لم يقله مالك في الخمر عن الليبرالية؟ اليوم نتيجة للإنتاج الليبرالي يروح أو يذهب الحاج قبل اليوم عرفة اللي هو الحج بيوم، ويرجع اليوم الثاني أو الثالث، يومين. جدتي رحمها الله حجت في الزمانات على قافلة من الكويت إلى مكة، 6 شهور 3 شهور بالطريق ذهابا و3 شهور عودة. يعني نتكلم على فترة قريبة، يعني مش فترة بعيدة، لا فترة عشناها. يعني أنا أتذكر جدتي لما عادت من الحج وهي في الباصات، كانت لما تطوروا أصبحوا يذهبون إلى الباصات ونذهب لهم في منطقة الزرقاني نستقبلهم، وكانت الليلة. يعني كل هذا من الفكر الليبرالي الذي أتى بنا بالسيارات، ولا كنا نذهب إلى الحج وإلى أداء المناسك هذه على قرون طويلة. يعني كنا نستخدم الدواب وإلى آخره. هذا هو الإنتاج الفكر الليبرالي الذي نقلنا من حال إلى حال. هذا الفكر الليبرالي الذي يحاربونه، هذا الإنتاج الحقيقي الذي أفاد البشرية والذي أنقذ أرواح البشر. اليوم عمليات نقل القلب أصبحت متاحة، عمليات نقل الكبد أصبحت متاحة، عمليات نقل الكلى أصبحت متاحة. كل هذه لولا الفكر الليبرالي لما استطعنا أن نعيش. الفكر الليبرالي مد في عمر البشر. كان متوسط عمر البشر بذلك الوقت لا يتجاوز ما بين 50 و40 عام نتيجة الأمراض والسكر وإلى آخره. كان الإنسان يموت ويقول مات من الله، لا يعرفون من ماذا توفى. في حادثة قرأتها في جريدة القبس وأرجو الرجوع لها، كتبها الكاتب العراقي الزميل زهير الدجيلي في أعتقد في 2003 أو 2004، ووضع صور أيضا. كان في بغداد يعني التي كانت منارة المناطق العربية والعلم والثقافة في ذلك الوقت. يعني حتى ثلاثينيات القرن الماضي كان أصحاب الأمراض الجذام كان يؤخذون ويتم رميهم في الصحراء بعيد لكي يموتوا لوحدهم، لأن يعرفون أن هذا مرض معدي وممكن يتم القضاء عليهم.
وكانوا يهيمون في الصحراء كما قال الأستاذ زهير الدجيلي، وهو حي يرزق والله يعطيه طولة العمر، وممكن الرجوع له، وممكن الرجوع لذلك أيضا على بالنت. من كان يأخذهم ويطببهم ويعالجهم ويوكلهم ويحاول؟ كانت الكنائس هي التي تستضيفهم وتأويهم وتقدم لهم كل أنواع العون، ليس كما يقال علشان يتنصروا، ولكن لإحساس بالمسؤولية الإنسانية التي نحن افتقدناها. وبالدليل هذا هو واقعنا اليوم ما ترونه. الليبرالية قدمت للبشرية، إذا كان هناك في إنصاف في التعاطي مع هذا الأمر، قدمت للبشرية لا يمكن أن يتخيله. نقلت البشرية نقلة نوعية من من لا شيء إلى ما أنتم عليه اليوم. أعطيكم على سبيل المثال أيضا، الليبرالية هي اللي من أدخلت المطبعة. نابليون هو من أدخل المطبعة في مصر، والأخوة المصريين يعرفون ذلك. في الوقت الذي تم إصدار فتاوى دينية في الباب العالي يحرمون طباعة الكتب. نتخيل ذلك، يعني نتخيل كيف كان يفكر رجال الدين. وقيل بذلك الوقت أن الخليفة لا تستخدم المطابع، لأن أنت راح تحرم الناس اللي ينسخون الكتب من أكل عيشهم، وبالتالي راح هذه يعني قضية تجارية، قضية فلوس، مش قضية هذا. ومع ذلك أصدروا فتوى تحريم إدخال الطباعة. قليلا لنرى الجريمة التي ارتكبها بعض فقهاء الدولة العثمانية في حق أمتنا من خلال تزيين، اسمعوا، منع المطبعة، تحريم المطبعة. زينوا ذلك للخليفة العثماني. يا سادتي، في تلك الفترة ما كنا أفضل من عقلية أوروبا لما سيطر قصور النظر والتحجر للأسف بعد مرور 35 عاما من ظهور المطبعة ورواجها في أوروبا. تم طرح موضوع المطبعة في بلاط السلطان العثماني بايزيد الثاني، ثامن السلاطين العثمانيين، من أجل استيرادها من أوروبا واستعمالها في طباعة الكتب والقرآن الكريم. وكانت الدولة العثمانية في تلك الفترة في أوج عزتها وقوتها العسكرية، لكنها ما تميزت بالعلم. ووصلت غزوات العثمانيين في عهده إلى البندقية، دولة عسكرية. والدولة لما تصبح فقط عسكرية ما تساهم في صناعة حضارة، بينما كانت أوروبا هي التي غارقة في الجهل والتخلف، لكنها بدأت لتوها في مرحلة النهوض، وبالذات مع اختراع الآلة الطابعة. كان بعض علماء الفقهاء عندنا يتحفظون على دخول المطبعة بحجة أن من الممكن إساءة استخدامها عبر تحريف القرآن الكريم. يا سلام، يعني الخط ممكن لا يحرف والطباعة تحرف، إيش الفرق؟ كما أن يعني شيء مهزل والله، أحبار الكفار نجسة ولا يجوز طباعة القرآن الكريم بها. بالإضافة إلى أن لو جبنا الآلة الطابعة ستؤدي إلى قطع أرزاق الخطاطين والنساخين وتهميش أدوارهم. كما أصدروا فتاوى بتحريم الستلايت والصور وإلى آخره. اليوم هذا الفكر يجب علينا أن نواجهه بالحقائق التي هو طرحها، وليس نحن، ليس أنا كليبرالي أو أي أحد آخر. هناك حقائق تم طرحها وتحريمها من التيار الديني
لكي يحاولوا بقدر المستطاع أن يوقفوا عجلة التقدم للمجتمعات فقط لا غير. أعطيكم على سبيل المثال وعلى عجالة حق المرأة السياسي في الكويت. من يراجع الفتاوى الدينية التي صدرت بتحريم حق المرأة السياسي في الكويت، هي صدرت من رجال دين ومن تيارات دينية حرموا على المرأة حقها السياسي، أن تذهب لتنتخب. وعندما تم إقرار هذا الحق في البرلمان هرول التيار الديني للمرأة ليستفيد من صوتها، وذهبت المرأة مع الأسف الشديد للتصويت لهم أيضا. يعني أنا لا أفهم هذه المرأة كيف يحرمها هذا التيار ويصدر فيها فتاوى بالتحريم بأنها تشارك، وتذهب المرأة أيضا لتصوت من حرمها من هذا الحق. كنا بوقتها نقول ليقر هذا الحق، ومن لا تريد أن تمارس هذا الحق لا تمارس حقها، من ما تمارس هذا حقها. كنا نقول لهم ليس لكم حق بأن تقفوا أمام حق الآخرين، من هذا الحق حق للمرأة، هي التي تريد أن تمارس هذا الحق، وأنتم إذا لا تريدون أن تمارسوا هذا الحق فمن حقكم أن لا تمارسوا. ولكن مع ذلك ورغم كل الفتاوى اللي أصدروها لا زالوا يستعينون واستعانوا في المرأة للتصويت لهم في الانتخابات، في كل الانتخابات. طيب الآن هل هو حرام أم حلال؟ لما كنا نقول كليبراليين علمانيين منطقيين عقلانيين دعوا الأمور تسير، كانوا هم من يضعوا هذه العقبات أمام مسيرة تقدم مجتمعاتنا، ولا زالوا هم يضعونها. لذلك الليبرالية الذي قدمته الليبرالية بمجمله، لولا هذا التقديم وهذا العطاء الإنساني لكنت أنا ليس معكم بهذه الحلقة. في النهاية أشكر حسن استماعكم، وأرجو أن أكون قد قدمت بما يفيد بهذه العجالة بالمختصر المفيد. وإن شاء الله سوف يكون لنا في الحلقات القادمة، سوف نبدأ بالحديث عن الأوضاع التي نعيشها بشكل يومي وبشكل مستمر على مستوى منطقة الخليج أو المنطقة العربية. في النهاية أستودعكم الله أعزائي المشاهدين، ونلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مع السلامة.